ضمن خططها الخدمية المتواصلة لتطوير البنى التحتية وتحسين المشهد الحضري، انتهت كوادر شعبة المشاريع في بلدية النجف الأشرف من إعادة تأهيل الأرصفة الجانبية لشارع الشاعر محمد مهدي الجواهري، أحد أهم الشوارع الرئيسية في المدينة. تتواصل الجهود الميدانية لمديرية بلدية النجف الأشرف في تنفيذ أعمال تأهيل الأرصفة الجانبية لشارع الشاعر محمد مهدي الجواهري ضمن خطة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين حركة المشاة في الشوارع الرئيسية. اليوم شارع الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري يحل بحلة جديدة بكوادر خالصة، كوادر بلدية النجف الأشرف. هذا الشارع ممتد من شارع الزهور إلى شارع النجف كوفة. تم تغيير الأرصفة، زراعة الأوراد، أحواض زراعة، صبغ الأرصفة، تغيير شكله بالكامل، وراح يكون إن شاء الله قبل العيد راح يفتتح للنجفيين إن شاء الله. وتضمنت الأعمال إزالة المقاطع المتضررة من الأرصفة القديمة وإعادة تبليطها بمواد حديثة، إضافة إلى تنظيم المسارات الجانبية بما يحقق انسيابية الحركة ويعزز السلامة العامة للمواطنين. تم إعادة تأهيل الأرصفة بالمرمر المزجج، إضافة إلى إعادة الترنج. يعتبر الترنج هو الخطوط الكهربائية المهمة في موقع العمل، والحمد لله تم إضافة لمسات جمالية بنشر 250 لوحة زراعية. كما تلاحظون هسه حاليا العمال بدأت بزراعة الورود في كل الشارع. ويعد شارع الجواهري من الشوارع المهمة في مدينة النجف الأشرف لما يشهده من حركة يومية نشطة للمواطنين والمتبضعين، الأمر الذي دفع البلدية إلى إدراجه ضمن أوليات مشاريع التأهيل الخدمية. جهود خدمية متواصلة تعمل من خلالها كوادر بلدية النجف الأشرف على تطوير الشوارع والأرصفة في خطوة تسهم في توفير بيئة حضرية أفضل للمواطنين.